نمط الأسئلة من أكتر الأنماط اللي بيحبها العقل اللاواعي أو العقل الباطن زي ما احنا بنقول. العقل الباطن ده عبارة عن أرشيف لذكرياتك وخبراتك وتجاربك السابقة، وعلشان تنظم الأرشيف ده وتاخد منه كل اللي أنت عايزه بشكل إيجابي لازم تنظمه وتفهمه بشكل كبير جدا. وكمان في آخر الفيديو هقول لك على نصيحة غالية ومهمة جدا ومجربة بالفعل، جربها هتفرق معاك بشكل كبير. الأسئلة من أهم وأكتر الأشياء اللي بيحبها العقل الباطن جدا، ولكن مهم كويس جدا إنك تحدد نوع الأسئلة اللي بتسأله للعقل الباطن. الباطن ده عشوائي إلى أبعد حد، فلازم ومهم جدا وأنت بتوجه ليه أسئلة أو بتوجه ليه استفسارات إنك تركز إن هي تكون استفسارات وأسئلة كلها إيجابية، وده معناه إنه ما بيفهمش غير حاجتين اتنين بس، الإيجابي والسلبي. فخد بالك إن سؤالك أو استفسارك ليه لازم يكون بشكل إيجابي، وده ليه طريقة معينة. وزي ما قلنا في البدايه ان دي صفه وميزه من صفات الارشيف او العقل الباطن زي ما احنا بنسميه. صفه مشهوره جدا عن العقل الباطن انه يعني ابن ناس جدا، محترم جدا، ما بيحبش الالحاح او الزن. فبطل تزن عليه او بطل تكون شخص لحوح عليه، هيدي لك الحاجه اللي انت عاوزها، وده هقول لك ازاي تعمله دلوقتي. حاول دايما تطلب منه الحاجه من وقت للتاني، ويا ريت يكون بالشياكه او يكون بطريقه لذيذه او طريقه كويسه، يعني ايجابيه بالشكل او بالنمط اللي احنا عايزين نتكلم فيه. حاول لما تطلب منه الحاجه تطلبها بشكل شيك، يكون فيها ايجابيه شديده، زي ما قلت لك في البدايه ان العقل الباطن ما بيفهمش غير حاجتين اتنين، اما الايجابي واما السلبي. فحاول تكون سؤالك او استفسارك او حتى استهدافك ليه استهداف ايجابي. وعلشان تصدق الكلام اللي بقوله لك دلوقتي ده هثبت لك بالدليل. فرضنا على سبيل المثال ان حضرتك عندك امتحان بكره وبتذاكر النهارده وخلاص، يعني قفلت الماده زي ما احنا بنقول ولميت كل محتويات الماده اللي انت هتمتحن فيها. بمجرد ما بتدخل الامتحان وانت حاسس او يعني بتشعر بقليل من الارتباك او قليل من التوتر، وده خد بالك بيتنقل للعقل الباطن وبيبدا يتحرك فيه. استلمت ورقه الاسئله وبدات تقرا الاسئله من وقت للتاني او من سؤال لاخر، واكتشفت ان في سؤال انت لسه مذاكره امبارح وعينك لسه جايه عليه. طيب ايه هي الاجابه؟ مش موجوده. بتحاول من وقت للتاني تجيب الاجابه وبرضه انت مش عارف، مع العلم انك بالفعل امبارح قراتها في السطر المعين في الصفحه المعينه في المكان المعين، ولكن ايه هي الاجابه بالتحديد مش عاوزه تيجي خالص. وده زي ما قلت لك في البدايه انك بتضغط على عقلك الباطن في استخراج المعلومه. وزي ما قلت لك حاجه مهمه جدا بيحبها العقل الباطن انك تتعامل معاه بشياكه، يعني ما تبقاش لحوح او زنان عليه. فبالتالي طبعا مش هيفيدك او مش هتحصل على السؤال او الاستفسار اللي انت بتدور عليه بالفعل. ولكن سبحان الله بمجرد ما بتخرج من الامتحان بتفتكر كل الاجابات وكانك لسه مذاكرها دلوقتي. طب هنا سؤال، هو ايه اللي حصل؟ ليه جوه في الامتحان على سبيل المثال ما افتكرتش الاجابات دي، وليه لما خرجت افتكرت الاجابات دي؟ ده اللي انا من شويه بقوله لك، ان العقل الباطن ما بيحبش الضغط. انت طول فتره الامتحان انت موصل له مشاعر كامله بالضغط وبالتوتر وانك محتاج المعلومه دي وانك بتلح عليه، وكمان نقلت له احساس انك لو ما خدتش المعلومه دي هيحصل لك شيء سلبي او هيحصل لك مشكله زي انك تشيل الماده او لا قدر الله ترسب في الامتحان. فبالتالي انت هنا وترته بشكل لا ارادي او بشكل غير مباشر، فبالتالي منع عنك المعلومه لانه هو في حاله توتر. ولكن لما خرجت من الامتحان تغيرت الفكره عندك ان خلاص بالفعل احنا خرجنا، فما فيش مشكله ان انا افتكر المعلومه لان خلاص بالفعل التوتر والضغط راح. وهنا العقل هيبدا يطلع لك الملف ده بالكامل، وهتلاقي الاجابه اللي كنت بتدور عليها بالفعل، وهتفتكرها بشكل سهل جدا، وهتستغرب هو ازاي انا ما افتكرتهاش جوه ولما خرجت افتكرتها. طب سؤال هنا، هو ايه الحل؟ الاجابه لازم وانت بتطلب حاجه من عقلك الباطن انك تكون في حاله ايجابيه شديده جدا، وانك تكون دايما متوقع الافضل متوقع الايجابي. يعني على سبيل المثال لو عدنا السؤال او عدنا الاستفسار او المثال مره ثانيه وانت في الامتحان، سيب السؤال ده للنهايه خالص وقول لعقلك الباطن احنا بالفعل عارفين الاجابه دي وهنحصل عليها في اخر الامتحان او في اخر الوقت. صدقني في النهايه هتلاقي ان الاجابه بالفعل بتطلع لك بشكل سهل. فزي ما قلت لك ان عقلك الباطن بيحب الايجابيه بشكل كبير جدا، فلازم تكون مركز كويس جدا وضايف بعض المشاعر والاحاسيس للشيء الايجابي اللي انت بتفكر فيه بالفعل علشان يساعدك بكل سهوله انك تحصل. طيب على سبيل المثال وبالتجربه العمليه ادي لك مثال سهل جدا وبيحصل مع كل واحد فينا كل يوم الصبح. لو حضرتك على سبيل المثال صحيت الصبح كده مثلا وخبطت في طرف السرير برجليك وصباعك مثلا اتعور او اتاذى او بقى فيه كدمه او ايا كان، اول جمله انت بتقولها بشكل سهل جدا هو اليوم كده باين من اوله. فبالتالي بتلاقي ان يومك بيقلب معاك كله مشاكل او بيقلب معاك كله احداث سيئه، لانك بالفعل نقلت الفكره السلبيه في بدايه اليوم لعقلك الباطن، وهو شاطر جدا هياخد الفكره بتاعتك دي وهيجري على الارشيف يطلع لك كل الاحداث السلبيه اللي ممكن تحصل معاك. جرب مثلا قبل ما تنام تمسك الموبايل، ويفضل تبقى ورقه وقلم. وليه ورقه وقلم بالتحديد؟ لان هتكون معظم الحواس الخمسه بتاعتك متفاعله معاها،
ومركز كويس جدا، وابدا اسرد الحاجات الايجابيه اللي انت محتاجها من الحاجه اللي انت بتفكر فيها او اللي انت محتاجها بشكل كبير، وصدقني هتحصل عليها في اسرع وقت. ولكن مهم جدا وانت بتكتب الحاجات دي ومركز فيها زي ما قلت لك في البدايه انك تضيف فيها بعض من المشاعر والاحاسيس علشان يكون الموضوع مرتبط بشكل كبير جدا بالايجابيه او بالحاجه الايجابيه اللي هتعود عليك بعد. وجرب، لان التجربه بالفعل خير دليل، وانا بالفعل جربت حاجات كتير جدا من اللي بقول لك عليها دلوقتي، مش بقول لك كلام في كتب وخلاص او كلام بيتاخد في كورسات. صدقني الطرق دي كلها مجربه وفعاله، لان العقل الباطن ليه استراتيجيات معينه لازم تفهمها علشان تحصل منه على الشيء اللي انت عايزه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وعايز اقول لك نصيحه مهمه جدا جدا: انت ما تتوقعه لنفسك، فان توقعت الايجابيه تحصل عليها وان توقعت السلبيه تحصل. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بقدمها. شكرا، السلام عليكم.